ولكن حته ان انت تخلي انسان يحس بالذنب دي صعبه جدا جدا، وتلعب معاه اللعبه القذره دي. فدكتور يا هلا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وهنا سابع حلقه من بروجرام SPV، واحنا قلنا ان SPV stands for Short Positive Videos. بنعملها كل يوم في رمضان عشان نتناول فيها موضوع مفيد هيفيدنا في حياتنا وهيفيدنا في شغلنا، زي ما احنا قسمنا التقسيمه بتاع الفيديوز قبل كده. وكنت قلت لكم ان احنا بدانا باول 5 فيديوز اتكلمنا على موضوع العادات من كتاب Atomic Habits لجيمس كلير، وتاني 5 فيديوهات اتكلمنا فيهم او هنتكلم فيهم على النفسيه، وبنستعين في ال5 فيديوهات دولت بكتب الدكتور محمد طه. اول واحد فيهم الخروج عن النص، ثاني واحد فيهم علاقات خطره، واخر واحد فيهم هيكون لا بطعم الفلامنكو. والدكتور محمد طه في الوصفه بتاعته قال ان علاقات خطره والخروج عن النص بيتقروا مع بعض. بعد ما تقراهم مع بعض ده بيعرفوك كل حاجه حصلت معاك في طفولتك وكل حاجه حصلت معاك بالنسبه للجانب النفسي، بعدين بقى بتعالجهم بلا بطعم الفلامنكو. انا خلصت قراءه دولت ولسه بقرا في ده، بس حبيت اشارككم الحاجات اللي انا اتعلمتها هنا. في الجزء اللي فات انا اتكلمت على اول شابتر في كتاب الخروج عن النص، وفي الفيديو ده حبيت اشارككم كذا شابتر. اوكي، هنتكلم عليهم كده كل واحد في حته، يعني هتلاقي الفيديو متقسم تحت ان انا بتكلم على كذا شابتر وبشرحه في حاجه لمست كل واحد فينا. وبطلب منكم دلوقتي ان انتوا تعملوا سبسكرايب في الشانل وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديوز علشان خاطر اعرف كام واحد اتفرج على الفيديوز. وخلينا نبدا الفيديو. انا قررت على عكس الفيديو اللي فات لما انا جبت شابتر واحد وفصصته، لا انا قررت ان انا اعمل في الفيديو ده ان انا اجيب في كل جزء شابتر ونتكلم فيه، وهتلاقي الشابترز متقسمه تحت هنا. واول فصل هنتكلم عليه في الفيديو اللي هو اول جزء، يعني اسمه نفسك الحقيقيه ونفسك المزيفه. دكتور محمد طه هنا كان بيقول كل واحد فينا بيتولد جواه احتياجات نفسيه بسيطه جدا، احتياج التقبل والاهتمام والاحترام والاحتواء، حتى احتياج الحضن. ففي فتره معينه بيجي فيها الطفل بيحس ان كل ده بيحصل له ولكن بشكل مشروط، يعني انت مش هنعمل لك كذا الا لما تعمل كذا. حب مشروط بحاجه معينه، مشروط يعني هو في شرط عشان خاطر تاخد الحب ده، في شرط علشان تاخد الاهتمام ده. هتسمع كلامي هيحصل لك كذا، مش هتسمع كلامي مش هيحصل لك كذا. وطبعا زي ما احنا عارفين هو بس ساعات ما بيتكلمش الاب وساعات ما بتتكلمش الام وتقول لو سمعت ولو ما سمعتش. ساعات بيوصل الموضوع للايد وساعات الرجل كمان. فهنا بتوصل رسائل للطفل ده وهو صغير ان هو مش هيعمل اي حاجه ومش هياخد اي حاجه من اي حد، لان الموضوع بقى بيكبر وبيكون عندك وانت صغير لما تكبر برضه بيكبر معاك، بيسمع معاك بقى في حته ايه؟ الناس مش هتحبك الا لما تعمل كذا، الناس مش هتحترمك الا لما تعمل كذا. فبتلاقي الشخص ده لما بيكبر بتلاقيه عمال بيدي الناس، عمال بيعمل كل حاجه للناس، وخدوم جدا جدا جدا. هو ما بيخدمش علشان خاطر هو خدوم، هو ممكن يكون بيخدم عشان جواه احتياج معين، او مفكر الناس، او هو عنده تروما. خلينا نقولها بقى بالكلمه الصح، هو عنده تروما. التروما دي بتقول له ان انت مش هتتقبل الا لما تعمل كده. فبالتالي الطفل ده اللي هو بعدين لما يكبر هيبقى شخص بيتولد عنده نفس مزيفه. النفس دي مش حقيقيه، مش اللي هي على طبيعته او مش هي طبيعته. النفس دي نفس مصنوعه علشان خاطر يواجه بيها الاحداث اللي بتحصل حواليه. وفي الجزء ده من الكتاب عايز اكلمك على اقوى سلاح في تاريخ البشريه. طبعا يا جماعه احنا عارفين ان الاسلحه النفسيه هي افتك واشد اسلحه ممكن الانسان يتعامل بها مع انسان التاني. يعني ممكن الضرب اثره يروح، ممكن ما يروحش، بس يعني ممكن الضرب اثره يروح، ممكن الفلوس تيجي لو انا ضحكت عليك في الفلوس، ممكن وات ايفر هابند يحصل وانت تعرف يعني تجيت اوفر ات. ولكن حته ان انت تخلي انسان يحس بالذنب دي صعبه جدا جدا، وتلعب معاه اللعبه القذره دي. فالدكتور محمد طه في الكتاب قالك ان اقوى سلاح في تاريخ البشريه هو الشعور بالذنب. كان قال ان كل واحد فينا جواه كائن ضخم عملاق مخيف، وحش كاسر بيطلع لما تعمل حاجه غلط او عيب او حرام. الكائن ده ساعات بيسموه الانا الاعلى، وساعات بيسموه الضمير، ساعات بيسموه النفس اللوامه. الجزء ده من تركيبنا النفسي بيتكون فينا من سن 3 إلى 5 سنين تقريبا، وبيكون احد اهم مصادر طريقه تربيه الاب والام لينا، وقد ايه فيها حنيه او قسوه. يعني الموضوع ده لو انت مريت بيه وانت صغير قاسي وتربيه عنيفه وتربيه قاسيه، ضميرك برضه هيفضل معاك يكون قاسي وعنيف، وبيلومك على اقل حاجه وبيحاسبك على اتفه التوافه. يعني انت مثلا هتلاقي نفسك بتقول انت ازاي ما جبتش درجه نهائيه، انت ازاي ما مشيتش على اللاين ده في الشارع، انت ازاي ما عملتش السوسته للاخر، انت ازاي ما كلمتوش بطريقه احسن. عمال يقول لك انت ازاي انت ازاي انت ازاي، عمال بينتقد فيك بدون وجه حق. طيب انا ليه جبت الشابتر ده من وسط 40 شابتر في الكتاب؟ ليه عملت كده؟ لان الشعور بالذنب ده في ناس كتير جدا جدا بتستخدمه تجاه بعضها. يعني ايه؟ يعني انا ما اكونش غلطان، اوكي، ولا في حاجه وكله تمام وانا عامل الصح،
لا، انت بقى ممكن تخليني احس بالذنب تجاه الحاجه الصح اللي انا عملتها، فبالتالي تستخدم السلاح ده ضدي علشان خاطر تخليني اعدي حاجه المفروض ما تتعداش، اعدي حاجه ما يصحش تعدي. انت غلطت في حق، فبالتالي ما تخلينيش احس انا بالذنب تجاهك انت وانت اللي غلطان. فبالتالي الشعور بالذنب يا جماعه نخلي بالنا ان اغلب الناس بيستخدموه ضد بعض، بخليك تحس بالذنب تجاه اللي انت عملته مع ان اللي انت عملته صح مش غلط. فنخلي بالنا علشان خاطر الناس بتستخدم الاسلحه دي مع بعض حتى من غير ما تحس، اما اللي بيستخدمه وهو بيحس ده يبقى توكسيك 100%. وفي حته هنا كويسه عايز اشاركها معاكم. الدكتور محمد طه بيقول المهم جواك مؤسسة قانونية وأخلاقية ودينية اسمها الضمير، على رأسها كائن ضخم اسمه الأنا الأعلى بيحاول يقوم بوظيفة مهمة اسمها النفس اللوامة، وبيستخدم ده سلاح اسمه الشعور بالذنب. أظن ممكن يكونوا الجملتين دول لخصوا لك الحاجات اللي أنا بتكلم عنها في الشابتر بتاع أقوى سلاح في تاريخ البشرية. ثالث شابتر معانا وبنتكلم فيه عن الاحتياج للحضن. فالدكتور محمد طه هنا كان بيقول لك ان واحد من اهم الاحتياجات الانسانيه واقدمها اصولا واقواها اثرا على الاطلاق وهو الاحتياج للحضن، واثر الحضن ده عليك في اليوم بيكون اثر مذهل جدا. يعني انت لو خدت كم الاحضان بالتقدير اللي انا قلت عليه او اللي انا صنفته في الكتاب بعد ما خدتها من الدكتور محمد طه، انت هتعيش اليوم حرفيا فول اوف هابينس، فول اوف هوب. انت هتحس ان انت مبسوط، هتحس ان انت واخد انرجي كده حلوه قوي قوي بتمر جواك وبتتعامل بيها في خلال اليوم، بتعدي لك اليوم بشكل ايجابي وبشكل كويس جدا. فالدكتور محمد طه في الحته بتاعت التقسيمه كان بيقول ايه؟ في المتوسط علشان نعيش بالحد الادنى من الصحه الجسديه والسلامه النفسيه كل واحد فينا محتاج 4 احضان في اليوم. 4 احضان في اليوم ده كده المتوسط، والاربعه دول لو بقوا 8 يبقى كده ده كفيل بدوام واستمرار وصيانه صحتنا الجسديه والنفسيه. لكن علشان اكتمال النمو الصحي وتمام النضج النفسي محتاجين 12 حضن يوميا. فانت علشان خاطر تجيب التقدير الممتاز في كم الاحضان في درجات الاحضان بتاعتك محتاج 12 حضن. يعني خلينا نقول ان المقبول 4 احضان والجيد جدا 8 احضان والامتياز 12 حضن في اليوم. اوكي، فده الاحتياج اللي احنا عايزينه من الاحضان يوميا. فمفيش مانع ان انت تحضن صاحبك وانت بتسلم عليه، مفيش مانع انك تحضن صاحبتك وانت بتسلمي عليها. فالموضوع بتحضن بابا، تحضن ماما، تحضن اخواتك. الموضوع ده ساعات بيكون فيه مشاكل في حته ان احنا ممكن واحنا صغيرين ما تعرضناش لهذا الكم من الاحضان وكده، فبيكون عندنا صعوبه ان احنا ننفذه مع اهالينا ومع اخواتنا ومع زمايلنا. ولكن حاول، هتحس بارتياح وهتحس ان انت احسن. وهنا انت جيت لملخص الفيديو. ملخص الفيديو بيقول احنا اتكلمنا على 3 شابترز. اول شابتر فيهم كان بيقول نفسك الحقيقيه ونفسك المزيفه. يعني ايه نفسك الحقيقيه ونفسك المزيفه؟ من الاخر كده انت خلقت نفس مزيفه علشان خاطر تقنع اللي قدامك ان انت بتعمل كذا 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 عشان يديك الاحتياج اللي انت عايزه. يعني وانت صغير كنت محتاج اهتمام وحب وتقدير واحترام. طيب الاهتمام والحب والتقدير والاحترام دولت ما كانوش بيحصلوا الا لما انت تعمل حاجه تانية في المقابل، فبقى اسمه ايه؟ مشروط. بتاخد اهتمام مشروط، مشروط بانك تسمع الكلام، مشروط بايه؟ ان انت تجيب درجات عاليه. فده اسمه حب مشروط واهتمام مشروط واحترام مشروط. فانت خلقت نفس مزيفه علشان خاطر تعمل الحاجات دي، اوكي، عشان تقنعهم بده على عكس اللي موجود خالص. فمحتاج تفتش على نفسك وتشوف هل انت عندك نفس مزيفه فعلا بتواجه بيها الناس ولا لا. وكمان الشخص ده لما بيكبر بيكون متعود ان هو يدي الناس، هو متعود ان هو يتقبل لما يدي. يعني هو مش لوحده كده قيمه، لا هو متعود ان هو وحاجه قيمه. يعني انا لازم اديك حاجه عشان خاطر تشوفني وتحترمني وتحبني. وكمان الشخص ده لما بيكبر الموضوع ده بيوسع معاه قوي، نفس المزيفه دي بتوسع معاه وبيصدق جواه ان هو ما ينفعش يكون مقبول الا لما يدي حاجه معينه، ما ينفعش يكون مقبول الا لما يعطي اكتر واكتر واكتر. وهنا الناس دي بتقع للاستغلال لو ما ظبطتش الحته دي في نفسها. تاني شابتر اتكلمنا على اقوى سلاح في تاريخ البشريه، واقوى سلاح في تاريخ البشريه وهو الشعور بالذنب. ان انا اخلي حد يحس بالذنب تجاهي او تجاه حاجه هو عملها ضدي انا حتى لو الحاجه دي كانت صح. فانا جبت الشابتر ده ليه من وسط 40 شابتر؟ علشان خاطر الحته دي مهمه جدا جدا جدا. لو حد استخدم السلاح بتاع الشعور بالذنب ضدك انت ممكن يفتك بيك من غير ما انت تحس، وهيخليك تمرر قرارات انت كنت رافض تعملها علشان خاطر هي ضد مبادئك وضد قناعاتك. فبالتالي ممكن الشعور بالذنب يستخدم كسلاح ضدك ان انت تمرر حاجات معينه. واخر شابتر معانا كان بيتكلم عن الاحتياج للحضن، والدكتور محمد طه اتكلم عن موضوع الاحضان بشكل تفصيلي علشان خاطر الموضوع ده او اهميه الحضن مهمه جدا لسلامتنا النفسيه والجسديه كمان. اوكي، فالدكتور محمد طه اتكلم عنهم وانا قسمتهم على شكل تقديرات. طيب دلوقتي هو قال لك ان الانسان انك تجيب مقبول في درجات الاحضان في اليوم او عاده الاحضان في اليوم محتاج 4 احضان كده. انت بص يعني تكاد تعيش. يعني الحته اللي بعدها محتاج 8 احضان كده انت كويس شويه. والحته اللي بعدها بتقول انك محتاج 12 حضن في اليوم علشان خاطر يتم بنائك نفسيا كويس جدا وتكون ناضج نفسيا كويس.
فمحتاجين نخلي بالنا انت بتاخد كام حضن في اليوم، 4 ولا 8 ولا 12 ولا اكتر. محتاجين فعلا ان احنا نحضن زمايلنا ونحضن اهلنا، علشان خاطر فعلا الاحتياج للحضن مهم، وكمان تاثيره علينا اهم. وفي اخر الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبك، وتعمل سبسكرايب في الشانل، وتفعل زر الجرس، وكمان تعمل لايك للفيديو علشان خاطر اعرف كام واحد اتفرج على الفيديو. وكل سنه وانتم طيبين، واستنونا في حلقه SPV اللي جايه ان شاء الله، هتكون بكره. هنتكلم بقى على كتاب علاقات خطره، وهنتناول مواضيع جامده جدا 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 خاصه بسلامتنا النفسيه، واللي كده كده هتاثر على سلامتنا الجسديه. اشوفكم بخير، وابشر يا صديقي.